السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل صافا. نتوما تشوفوا في الفلوق تاع اليوم راني جبت لكم اليوم يا البنات فلوق مبدل على العاده. خرجتكم معايا في الليل، ديتكم معايا القريه المتوسطيه اللي متواجده في ولايه وهران، هكا باش اللي حابه تجي لوهران تستفاد مني، تلقى وين تروح وين تبات. جبت لكم بلاصه رخيصه وفي متناول الجميع، هكا مهما كان لا تروحوا لي زوتيل. كما تعرفوا لي زوتيل راهم غاليين بزاف. وراح نشارك معاكم بطاطا كوشه بالدجاج بتتبيله بزاف بنينه وباستيس اللي راح تخليها الطيب كي الفوق كي لتحت وفي ساعه توجديها. فقط تبعي معايا الوصفه للاخير وان شاء الله تعتمديها باذن الله. هاي نروحوا لمقادير الوصفه وطريقه التحضير. اللي راح نحتاجوا فيها زوج سنينات تاع ثوم، وراح نحتاجوا فيها كميه من المعدنوس ولا الدبشه، وبعدها راح نجيبوا الحبه تاع الجامبو تاع الدجاج، ولا كيما تقدروا ديروا الملح برك يا البنات. الناس اللي ما تحبش دير جامبو ما تحبش دير ماجيغو تقدر دير في بلاصتها الملح، يعني هذه حاجه اختياريه. وبعدها نديروا الكميه تاع التوابل اللي هما شويه تاع الفلفل الكحل وشويه تاع الكركم. هذا هما المكونات اللي نحتاجوهم يا البنات، مكونات قليله وتجيكم حاجه بنينه. بعدها راح نزيد لها نص مغرف تاع طماطم تكون مصبره مع شويه تاع الكمون، يعني نص مغرف صغيره تاع الكمون. هذه راح تزيد تمدلها بنه على بنه في الدرسه تاعنا. وبعدها راح نضيفوا الزيت. انا درت 4 مغارف، كما تشوفوا المغرف تاعي راهي جايه بلا. كيما تكون المغرف تاعكم غامقه ديروا 3 مغارف. راح نخلطوا الدرسه هذه مليح، وبعدها راح نزيدوا لهم فنجان هذاك الصغير تاع القهوه الماء. للاسف المقطعيت نحوس عليه ما لقيتوش يا البنات، ما فهمتش وين راح. ليسونسيال راح ديروا فنجان تاع الماء، نخلطوهم مليح ونخليهم على جهه. وبعدها راح نجيب البلا تاعي اللي راح ندير فيه البطاطا، نقص زوج حبيبات تاع بصله، نزيد لهم شويه تاع الملح ونفرغهم في البلا هذاك ونستكيم كامل على البلا. اذا شتوا البلا تاعكم كبير زيدوا البصله، واذا كنتوا البلا تاعكم صغير قلوا في البصله كي نزيدوا لها الملح ونديروها من تحت راح تجيكم من بعد بنينه ومعسله. من جهه قصيت البطاطا تاعي هذيك وقشرتها وغسلتها مليحه ودرتها رونديلات هكا مدورين. راح نضيف نص الكميه هذيك تاع الدرسه اللي كنا خدمناها مع بعض، نخلطوهم مليح كما تشوفوا. ومن بعد النص الاخر نخليه على جهه باش نديروا به الدجاج. بعد ما خلطنا البطاطا هذيك راح نروحوا نفرغوها على هذيك البصله اللي كنا ريقلناها في هذاك البلا. ريقلوها كيما هكا بك بالمغرف عشوائيا، يعني ما تخافوش تقولوا ما طيبناش، كيما نحطوش كل وحده وحدها راح تطيب لكم حبيباتي وان شاء الله تجيكم دايبه على خدها. نروحوا دركا للدجاج تاعنا نفرغوا له النص تاع هذاك الدرسه اللي كنا خليناه على جهه. راح نزيد لها شويه تاع الفلفل الكحل. طبعا بعد ما كنت خلطت مليح بيدي يا البنات، حاولوا تدخلوا بالمغرف ولا بيديكم مليح هذيك الدرسه هذيك باه يجيكم الدجاج بنين. زدت لها كيما تشوفوا عفوا شويه تاع الفلفل الكحل وشويه تاع المطارد باه يزيد يعطيله بنه مليحه. ومن بعد الرجل هذاك الدجاج تاعي فوق البطاطا كيما تشوفوا عشوائيا، والكميه على حساب افراد العائله وعلى حساب الميزانيه نتاعك. فوالا بعد ما ريقلتوا هذيك لاصوص هذيك اللي بقات هذيك راح نفرخها غير على الدجاج يا البنات كيما شفتوا، على خاطر راهي فيها المطارد ما نفرغوهاش على البطاطا باه ما تفزلهاش الجو تاعها. واللي بقى هذاك في البلا اللي كنتو درتو فيه زيدوا له شويه تاع الماء حوالي نص كاس هكاكا وفرغيه غير على الجهه اللي جايه على الحاشيه برك. تحاولي انك ما تقيسيش البطاطا هذيك باش ما تجيكش صامته، يعني الا فرغتوا الماء الفوق راح تصمط لكم البطاطا ومن بعد ما تجيكمش بنينه. نجيبوا بابي كويسون، هذه هي لاستيس اللي كنت نحكي لكم عليها. جيبوا بابي كويسون نقيسوه على حساب البلا، نقطعوه بالمقص ومن بعد نروحوا نشمخوه في العين، نعصروه مليح ونجيو نغطيو البطاطا تاعنا. راح نحطوها في الكوشه على 180 درجه واحد الساعه كاكا يا البنات، وجبدوها وردوا لي بالخبر راح تطيب لكم كي الفوق كي تحت كي الدجاج.
وراح تديلكم واحدة التحميرة ما شاء الله. يعني لاستيس هذه صدقوني اذا درتوها راح تعودوا ديروها ديما يا البنات. ومام الدرسه هذه اللي عطيتها لكم تاع البطاطا راح تعطيها واحد البنه ما شاء الله. هاي لكم النتيجه يعني على عينيكم، شوفوا كيفاه جات طايبه، كي الفوق كي تحت، وبقات هذيك لاصوص من تحت خاضره على خاطر البصله راهي معسلتها، والدجاج جا طايب وبنين يعني ما شاء الله. فقط جربوا الوصفة. دركا بعد ما تعشينا الحمد لله، يعني لا فيديو هذه صورتها كامل في الليل. بعد ما تعشينا قلت خلي نخرج ونديكم معايا تشوفوا القرية المتوسطية اللي جاية في بالقايد ولاية وهران. القرية دي يا البنات راني حكيتها لكم في أول فيديو، كانت قبل خاصة للألعاب الأولمبية. بعد ما فات الألعاب الأولمبية بقات تنبلع شوية، ومن بعد حلوها للناس اللي حبوا يجيو يكريو فيها، داروا فيها لومبيونس، زادوا فيها بزاف حوايج، ومام فيها هي أصلا بعد فيها مرافق من قبل. بعد من كانت في الألعاب الأولمبية كانوا فيها مرافق بزاف ملاح. هذه الدخلة تاعها راح تكون 10,000 للواحد كي تدخلوا بالطوموبيل، تديو التيكي ثما وتدخلوا بلاصة آمنة سيكوريتي، فيها مرافق بزاف مليحة. كي تدخلوا كي شغل راكم دخلتوا قرية ماهيش قرية يا البنات، والله كي شغل راكم دخلتوا فيلاج هكا فيها الناس بزاف من كل الولايات راهم ثم كاريين. وما البلاصة دي مخصصة للناس اللي حابة تدير الاستجمام، يعني تجيب عشاها ولا تجيب قهوتها وتجي تقعد هنايا، على خاطر كاين طوابل كاين كراسة، فقط الحفاظ على النظافة هذا الأهم يا حبيباتي. كاين ثاني الخيم اللي عارضين فيها السلع نتاعهم، كاين جاي من كل الولايات، يعني حاطين لي كوسميتيك، حاطين القاش، حاطين هذوك الحوايج هذوك كيما مثال الاعشاب العسل وهذوك الامور. المهم حاطين كل شيء يا البنات، تسمى كل شيء متوفر ثم. وكاين هذه البلاصه كافي يعني، وخاصه امام بجي غاطو باسعار في متناول الجميع. يعني ما قدرتش نصور لكم على خاطر كانوا الناس قاعدين ثم، وعيب يعني باش نهز التليفون ونصور في وجوههم. وكاينه هذه اللافته اللي كل حي بالاسم نتاعو، وكاين لي باطيمون في كل بلاصه يا البنات. كي قلت لكم قريه راهي قريه كبيره 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 بزاف، فيها الضوء فيها سيكوريتي. ونجيو دركا للسعر تاع لا شومبر راهي دير يا البنات 300,000، يعني العبد الواحد راهو 150، يعني في سعر في متناول الجميع. خير ما تروحوا تكريو في لي زوتيل، راكم تعرفوا لي زوتيل راهم غاليين. ومام كي تروحوا تكريو سكاني هكا تاع افتروا ولا حاجه راهم هنايا سيرتو في الشهر هذا راه من مليون وطلع، يعني مليون وقليل وين تلقاها لليله الواحده. يعني من احسن ان واحد يجي هنايا سيكوريتي وكل شيء قدامك. وراهم دايرين خيمه ديال خاصه بلاتاي، والمكسرات يديروا 5000 ساشي صغيره، واللاتاي راهو يدير 5000، يعني فضاء باش تقعدي فيه. هم دايرين فضاء هذا ثاني اللي جوي تاع الولاد، قاعدين ماناج فيه كامل لي جوية البنات، وبسعر ثاني في متناول الجميع. اللعبة دير 10,000، وكاين لعب اخرين راهم يديروا 20,000، وكاين مام لعب للكبار، يعني مام حنايا كبار نقدروا نلعبوا، كاينه للصغار وللكبار. يعني ما تمليش في القرية دي كما قلت لكم كاين لي سيبيرات. ومام الماء ثم راهو يدير 3000، يعني راهو رخيص كي شغل راكي تشري من برا. تسمى كي تجي هنايا ما تخميش. ولي شومبر تاعهم فيهم السرير، فيهم دوش، فيه الماء بارد وسخون يعني ونضاف وكل شيء، يعني كل شيء توب دو توب، يعني حاجه مليحه كي زادوها كيما هكا، خاصه كيما قلت لكم للناس اللي جايه من ولايات الاخرى. وانا راني ما نعدت لكم والو فيها يا البنات، راه زيد التصوير راهو ظالمها في سكر، رحت في الليل وما صورت لكمش كل شيء حبيباتي. ان شاء الله نروح كاش نهار في النهار ونصورها لكم كامل ونعطيها حقها في التصوير. بهذا حبيباتي نكون وصلنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم الجوله تاع اليوم وعجبكم الفلوج، ونكون فدتكم ولو بالقليل. في امان الله، استنوني فيديو جديده، والسلام.